ساعات قليلة وينطلق أكبر مونديال في التاريخ، قطر 2022. كل الصفحات وكل البرامج وكل المحللين قالوا لك كل حاجة عن المونديال، لكن عندنا الموضوع مختلف. معانا الكتالوج، معانا هتلاقي مونديال الأرقام القياسية والتوقعات بالنسب المئوية، عشان تعرف تتفرج وتستمخ وتتابع هذا المونديال التاريخي. لأول مرة في التاريخ هتشوف 11 مليار دولار هيجروا قدامك على النجيلة، ودي القيمة التسويقية للاعبي المونديال اللي اتصرف عليه 220 مليار دولار عشان حضرتك تتفرج وتنبسط. وقبل ما تتوه مني في الأرقام، اعمل لايكك الجميل وسبسكرايبك الرائع، وتعالى في الدقايق دي اديك حبة معلومات تتنك بيها على اللي قاعدين يتفرجوا معاك على المونديال. يلا بينا. أول الأرقام القياسية هتبقى عربية، مفيش غير منتخبين 2 بس من كل المنتخبات في المونديال هم اللي مفهومش محترفين خالص. كل لعيبة المنتخبين دول محليين بيلعبوا في دوريات بلادهم، المنتخب السعودي والمنتخب القطري. أما المنتخب السنغالي فهو المنتخب الوحيد في كأس العالم اللي ما فيهوش ولا لاعب محلي، كلهم محترفين. اللاعب الكندي أتيبا هانشستون أكبر لاعب المونديال سن، عنده 40 سنة، لكن يوسوفا موكوكو هو أصغر لاعب في المونديال، عنده 18 سنة. أما على صعيد المدربين، ليونيل سكالوني أصغر مدرب بالمونديال، عنده 44 سنة، وأكبر مدرب لويس فان جال 71 سنة. الدوري الإنجليزي مسيطر على ملاعب المونديال ب 160 لاعب. أما الدوري المصري يا حرام ملوش غير 2 بس في المونديال، علي معلول وسيف الجزيري، والاثنين في منتخب تونس، واحد أهلي والتاني الزمالك. لكن فريق بايرن ميونخ لوحده عنده 17 لاعب في المونديال. تعال بقى الجوائز البطولة، هي الأكبر في التاريخ. صاحب المركز الأول هيقفش 42 مليون دولار، والوصيف هيقفش 30 مليون دولار. صاحب المركز الثالث هياخد 27 مليون دولار، والرابع 25 مليون دولار، واللي هيتأهل لدور الثمانية هياخد 17 مليون دولار. أما اللي هيعدي الدور الأول بتاع المجموعات هياخد 13 مليون، واللي هيروح يلعب ال3 ماتشات بتوعه ويرجع هياخد 8.5 مليون دولار بس. إجمالي الميزانية اللي أعلنتها فيفا للمونديال 1.6 مليار دولار. أما العوائد المتوقعة تاريخية وهتبلغ 6.5 مليار دولار. تعالوا بقى نتعرف على المجموعات اللي هتلعب. المجموعة الأولى قطر، الإكوادور، السنغال، وهولندا. قطر يشارك العنابي لأول مرة كصاحب للأرض، أحرز في التصفيات 18 هدف ودخل مرماه هدف واحد، وتصدرت قطر مجموعتها في التصفيات ب 22 نقطة. يعتبر المعز علي هو النجم الأبرز للمنتخب القطري. إحداثيات الذكاء الاصطناعي رشحت قطر للفوز بالمونديال بنسبة لا تتعدى 3%. الإكوادور يشارك المنتخب الإكوادوري للمرة الرابعة في المونديال بعد ما احتل المركز الرابع في التصفيات ب 26 نقطة، أحرز خلالها 27 هدف ودخل مرماه 18 هدف. ويعد إنر فالنسيا هو الوجه الأبرز في هذا المنتخب. أما نسبة ترشيح الإكوادور لحصد كأس العالم لم تتعدى 4%. السنغال أسود الترنجة بيشاركوا لثالث مرة في المونديال، أبرز إنجازاتهم التأهل لربع النهائي سنة 2002. احتل مع مصر صدارة مجموعته ب 16 نقطة محرزا 16 هدف ودخل مرماه 5 أهداف، وتأهل بالفوز على مصر بضربات الترجيح. وطبعا أبرز نجومهم ساديو ماني. وتم ترشيح السنغال بنسبة 13% للفوز بكأس العالم. وأخيرا هولندا يشارك الطواحين للمرة ال11 في المونديال بعد ما احتل الهولنديون صدارة مجموعتهم ب 23 نقطة وأحرزوا 33 هدف، بينما دخل مرماهم 8 أهداف. ويعد فان دايك صخرة الدفاع هو أبرز نجومهم. الفريق الهولندي تم ترشيحه بنسبة 67% للفوز بكأس العالم. نخش على المجموعة الثانية، إنجلترا، ويلز، إيران، والولايات المتحدة الأمريكية. إنجلترا اخترعت كرة القدم وبتشارك للمرة ال17 في المونديال، وفازت بكأس العالم مرة واحدة سنة 1966. احتلت صدارة مجموعتها برصيد 26 نقطة في التصفيات، وأحرزت 39 هدف ودخل مرماها 3 أهداف بس. هاري كين هو النجم الأبرز للفريق، وتم ترشيح إنجلترا للفوز بكأس العالم بنسبة 84% وفق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. منتخب ويلز كان في مركز الوصيف ب 15 نقطة في التصفيات، بعدها فاز على النمسا وبعدها أوكرانيا في نهائي الملحق الأوروبي، أحرز 16 هدف ودخل مرماه 11 هدف. جاريث بيل هو نجم المنتخب الويلزي، ولم تتجاوز نسب ترشيح منتخب ويلز للفوز بكأس العالم 6%. منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يشارك أبناء العم سام للمرة السادسة في تاريخهم بعد احتلال المركز الثالث في التصفيات برصيد 25 نقطة وأحرزوا 21 هدف واستقبلوا 8 أهداف. ويعد كريستيان بوليسيتش هو النجم الأبرز للفريق، لكن نسب ترشيح أمريكا للفوز بالكأس الذهبية لم تتعدى 16%.
إيران. يشارك المنتخب الإيراني للمرة السادسة عالميا تحت قيادة كارلوس كروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وتصدرت مجموعتها في التصفيات برصيد 25 نقطة، وأحرزت 46 هدف واستقبلت 5 أهداف. مهدي طرمي هو الوجه الأبرز في صفوف الإيرانيين، وبلغت نسب ترشيح إيران للفوز بكأس العالم 23%. نروح للمجموعة الثالثة: بولندا، المكسيك، السعودية والأرجنتين. بولندا بتشارك للمرة التاسعة في المونديال بعد احتلالها للمركز الثاني في مجموعتها برصيد 20 نقطة، وأحرزت 26 هدف واستقبلت 17. ليفاندوفسكي هو النجم الأبرز في نجوم منتخب بولندا، وبلغت نسب ترشيح البولنديين 36% للفوز بكأس العالم. المكسيك يشارك المكسيكيون للمرة ال17 بالمونديال، وذلك بعد التأهل في المركز الثالث في مجموعتهم برصيد 28 نقطة وإحراز 17 هدف ودخل مرماهم 6 أهداف. وعلى رأس نجوم منتخب المكسيك راؤول خيمينيز، وبلغت نسب ترشيح المكسيك 41% للفوز بكأس العالم. السعودية، الأخضر بيشارك لسادس مرة في العرس العالمي، وده بعد التأهل المتصدر للمرحلة الثالثة في التصفيات ب 23 نقطة وأحرز 12 هدف واستقبلت مرمى 6 أهداف. ويعول الأخضر على نجمه سالم الدوسري للظهور بشكل طيب في المونديال، حيث بلغت نسب ترشيح الأخضر 28% للفوز باللقب. الأرجنتين صاحب كأسين عالم 1978 و1986، يشارك راقصي التانجو للمرة 18 في تاريخ المونديال. منتخب الأرجنتين جه في المركز الثاني برصيد 39 نقطة في مجموعته في التصفيات، وأحرز 27 هدف واستقبل 8 أهداف. وبسبب وجود النجم ليونيل ميسي بين صفوفه بلغت نسب ترشيح الأرجنتين للفوز باللقب 96%. المجموعة الرابعة: استراليا، تونس، الدنمارك، فرنسا. استراليا للمرة السادسة بيشارك المنتخب الأسترالي في كأس العالم، وده بعد ما تخطى الإمارات ثم بيرو في ملاحق التصفيات بعد احتلاله للمركز الثاني ب 15 نقطة في المرحلة الثالثة، واللي صعد ليها باحتلال قمة مجموعته في المرحلة الثانية ب 20 نقطة. أحرز خلال مشواره 47 هدف واستقبلت شباكه 8 أهداف. ويعد تيم كاهل هو أبرز نجوم استراليا، وبلغت نسب ترشيحاتها للفوز بالمونديال 37%. تونس يشارك نسور قرطاج للمرة السادسة في كأس العالم بعد احتلال صدارة مجموعتهم برصيد 17 نقطة وإحراز 12 هدف واستقبلت شباكهم 2 بس. ويعلق التوانسة أملهم على نجم الفريق يوسف المساكي، خاصة بعد أن بلغت نسب ترشيح تونس للفوز بالكاس 18%. الدنمارك يشارك منتخب الدنمارك للمرة السادسة في تاريخه بعد تصدره مجموعته برصيد 27 نقطة وأحرز 30 هدف واستقبلت شباكه 3 أهداف. ويعد كريستيان إريكسن هو أحد أبرز نجوم الدنمارك، وبلغت نسب ترشيحات الدنمارك للفوز بكأس العالم 62%. فرنسا للمرة ال16 بتشارك الديوك الفرنسية بالمونديال حاملين لقب النسخة الماضية بالإضافة إلى لقب آخر سنة 1998. تصدر الفرنسيون مجموعتهم ب 18 نقطة محرزين 18 هدف ودخل مرماهم 3 أهداف. وبيعلق الفرنسيون أملهم في هذا المونديال على وجود النجم كيليان امبابي وسط صفوفهم، حيث بلغت ترشيحات فرنسا لحصد اللقب 97%. دول أول 4 مجموعات في كأس العالم قطر 2022. ونروح للمجموعة الخامسة: ألمانيا، أسبانيا، كوستاريكا واليابان. نبدأ مع المانشافت، منتخب الماكينات الألمانية واللي بيشاركوا للمرة ال20 في كأس العالم، حققوا خلالها لقب البطولة 4 مرات في أعوام 1954 و1974 و1990 و2014. تأهل الألمان بعد احتلالهم صدارة مجموعتهم ب 27 نقطة وأحرزوا 33 هدف، بينما دخل مرماهم 4 أهداف. ويعد توماس مولر أحد أبرز الوجوه الألمانية المنتظرة في المونديال. وعن توقعات الذكاء الاصطناعي فقد رشحت ألمانيا للفوز باللقب بنسبة 88%. أسبانيا يشارك المتدور الأسباني للمرة ال16 في تاريخه، حصدت منها أسبانيا كأس العالم مرة وحيدة سنة 2010. تصدرت أسبانيا مجموعتها بالتصفيات برصيد 19 نقطة محرزة 15 هدف واستقبلت شباكها 5 أهداف. ويعول الأسبان على وجود النجم بيدري بين صفوفهم، فيما بلغت نسبة أسبانيا للفوز بكأس العالم 79%. كوستاريكا للمرة السادسة في التاريخ بيشارك المنتخب الكوستاريكي هذا العام بعد احتلاله المركز الرابع في المرحلة الثالثة لتصفيات أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي ب 25 نقطة ليصعد بعد مباراة فاصلة تغلب فيها على منتخب نيوزيلندا. أحرز المنتخب الكوستاريكي خلال التصفيات 14 هدف واستقبلت شباكه 8 أهداف. ويعد كيندال واستون هو النجم الأبرز في صفوف كوستاريكا، ولم تتعدى نسب ترشيحاتها لإحراز اللقب 48%. يشارك الساموراي الياباني للمرة السابعة في تاريخه بعد ما حقق إنجاز تاريخي فريد باحتلال قمة المجموعة السادسة بالفوز في جميع مبارياته ليحصد 24 نقطة كاملة، يتأهل بعدها للمرحلة الثالثة واللي حصل فيها على المركز الثاني ب 22 نقطة. أحرز اليابانيون خلال التصفيات 56 هدف في المرحلتين، بينما دخل مرماهم 7 أهداف بس. أما عن نجمهم الأبرز فهو تاكيفوسا كوبو، فيما رشحت التكنولوجيا الاصطناعية منتخب اليابان للفوز باللقب بنسبة 61%.
وإلى المجموعة السادسة كندا، كرواتيا، بلجيكا والمغرب. كندا للمرة الثانية في تاريخها بتشارك في المونديال، وده بعد ما احتلت صدارة المجموعة الثالثة برصيد 28 نقطة، واللي تأهل لها المنتخب الكندي بالفوز على هايتي ذهابا وإيابا. أحرز لاعبوه 27 هدف ودخل مرمى 7 أهداف. ألفونسو ديفيز هو النجم الأشهر في المنتخب الكندي. أما عن نسب ترشيح كندا لإحراز اللقب فقد بلغت 16%. كرواتيا، يشارك الكروات للمرة السادسة في العرس العالمي بعد ما كانوا وصيف آخر نسخة لكأس العالم سنة 2018. تأهل المنتخب الكرواتي بعد احتلال صدارة المجموعة الثامنة برصيد 23 نقطة، وأحرزوا 21 هدف ودخل مرمى 4 أهداف. وجود النجم لوكا مودريتش أفضل لاعب في النسخة الماضية في صفوف منتخب كرواتيا رفع نسبة حصول الكروات على كأس العالم إلى 82%. بلجيكا، يشارك الشياطين الحمر في كأس العالم للمرة ال14، وكانت أفضل نتائجهم برونزية النسخة اللي فاتت، ويشاركون بعد احتلالهم المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد 20 نقطة، وأحرزوا 25 هدف واستقبلت شباكهم 6 أهداف خلال التصفيات. وطبعا يعد تيبو كورتوا حارس مرمى بلجيكا هو السد المنيع لهذا المنتخب والورقة الرابحة عنده. الإحصائيات بترشح بلجيكا للفوز بالكأس الذهبية بنسبة 80%. المغرب أحد أبرز الوجوه العربية بالمونديال، حيث يشارك أسود الأطلس للمرة السادسة في تاريخ المونديال. تصدر المغاربة ب 18 نقطة مجموعتهم الثالثة، وتغلبوا ذهابا وإيابا على الكونغو الديمقراطية. حصدوا 24 هدف واستقبلوا 3 أهداف فقط. وطبعا بيعتمد المغاربة على وجود نجمهم حكيم زياش في صفوف المنتخب، اللي رشحته بإحصائيات للفوز بنسبة لا تتجاوز 29%. المجموعة السابعة صربيا، سويسرا، الكاميرون والبرازيل. صربيا، يشارك نسور صربيا للمرة ال13 في المونديال، منهم 9 مرات تحت اسم يوغوسلافيا، ومرة باسم صربيا والجبل الأسود. وقد تأهلوا عن المجموعة الأولى بعد احتلال صدارتها ب20 نقطة، وأحرزوا 25 هدف واستقبلت شباكهم 9 أهداف. ويأمل الصربيون في جاهزية نجمهم ألكسندر متروفيتش لتحقيق نتائج طيبة بالمونديال، حيث رشحتهم الإحصائيات بنسبة 57% للفوز بكأس العالم. سويسرا، للمرة ال12 يشارك السويسريون بالمونديال بعد تصدرهم المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة وإحراز 15 هدف، فيما استقبلت شباكهم هدفين فقط. ويعد شردان شاكيري هو النجم الأبرز في صفوف السويسريون، اللي رشحتهم الإحصائيات بنسبة لا تتعدى 36% للفوز باللقب. الكاميرون، أحد أشهر الوجوه الأفريقية بالمونديال، حيث يشارك الأسود للمرة الثامنة في تاريخهم، وذلك بعد احتلالهم صدارة المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة قبل الفوز على الجزائر بمجموع مباراتي الذهاب والإياب. أحرز الأسود في طريقهم 14 هدف واستقبلوا 4 أهداف. منتخب الكاميرون بيعتمد جدا على قوة فينسنت أبو بكر في قيادة هجوم الفريق، خاصة إن الإحصائيات رشحتهم لحصد اللقب بنسبة 37%. البرازيل، منتخب السيليساو صاحب أعلى المشاركات في المونديال، فهو بيشارك للمرة ال22 في تاريخه، محققا اللقب 5 مرات، أعوام 1958، 1962، 1970، 1974 و2002، وبيطاردوا اللقب الغايب من 20 سنة. احتل البرازيليون صدارة أمريكا الجنوبية ب45 نقطة وأحرزوا 40 هدف ودخل مرماهم 5 أهداف. نيمار بيقود كتيبة السيليساو نحو اللقب السادس، حيث رشحت التكنولوجيا البرازيل لحصد اللقب بنسبة 97%. المجموعة الثامنة كوريا الجنوبية، غانا، أورجواي والبرتغال. كوريا الجنوبية، يشارك الكوريون للمرة ال11 في التاريخ، وذلك بعد احتلالهم وصافة المجموعة الأولى للمرحلة الثالثة برصيد 23 نقطة، محرزين 13 هدف ومستقبلين 4 أهداف. ويعتبر سونغ هيونغ مين هو النجم الأبرز في صفوف الكوريين، وقد رشحتهم الإحصائيات بنسبة 72% لحصد اللقب. غانا، تشارك النجوم السوداء للمرة الرابعة في التاريخ بعد احتلال صدارة المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة، ثم الفوز على نيجيريا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب. أحرز الغانيون 9 أهداف في التصفيات واستقبلوا 3 أهداف. ويعد أندري آيو نجل الأسطورة عبيدي بيليه هو النجم الأبرز لديهم، فيما لم تتعدى نسب ترشيح غانا للفوز باللقب 27%. أورجواي، يشارك منتخب أورجواي للمرة ال14 في التاريخ، حصد خلالها اللقب مرتين، أعوام 1930 أول كأس عالم و1950، وقد تأهل باحتلال المركز الثالث عن أمريكا الجنوبية ب 28 نقطة بعد أن أحرزوا 21 هدف واستقبلت شباكهم 19 هدف. ويعد لويس سواريز هو النجم الأبرز لهذا المنتخب، واللي بترشحه الإحصائيات بنسبة 83% لحصد اللقب. البرتغال، للمرة الثامنة في تاريخهم بيشارك البرتغاليون في كأس العالم هذا العام بعد أن احتلوا وصافة المجموعة الأولى برصيد 18 نقطة، ثم التغلب على تركيا ثم مقدونيا الشمالية في نهائي الملحق الأوروبي، وقد أحرزوا خلال مشوارهم 28 هدف واستقبلت شباكهم 7 أهداف. أما عن نجم المنتخب البرتغالي الأبرز فهو الدون كريستيانو رونالدو، واللي رفعت مشاركته نسب فوز البرتغال بكأس العالم إلى 93%. ودلوقتي معاك كتالوج كل الفرق المشاركة في كأس العالم.
قطر 2022. كلها كام ساعة وتبدأ العركة الكروية المنتظرة كل 4 سنين. نجوم هتلمع ونجوم هتنطفي، تاريخ هيتكتب وأهات هتخرج من صدور الجماهير، أهداف وأفراح، انتصارات وانكسارات، فوز وهزيمة، وكاس هيرفعه كابتن منتخب واحد من وسط كل المنتخبات المشاركة في العرس الكروي الكبير. استنوني خلال كاس العالم مع وجبة تحليلية خفيفة، هنرصد ونتابع ونقدم ليك خدمة متميزة إن شاء الله. مع تحياتي الكابتن المونديالي عارف عرفة أبو المفهومية.